بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قمنا اليوم في نهار كونجي، قمت بكري باش نبدا يومي على بكري ونكمل إن شاء الله على بكري. إن شاء الله تعدوا معايا نهار باهي وإن شاء الله تابعوني من الأول للآخر. إلى اللقاء في الدار. هنا قصيت زوز بصل كبار شوية، هذا واحد وهذا الثاني. صبيت زيت في الطنجرة ما يغطي القاع متاعها، دوب ما نغطي القاع متاعها. اللي عنده فكرة كيفاش النجم راهو غامقة بالضوء كهو، أما ولكن نحب النصيحة اللي عنده كيفاش ننظف النحاس معناها خلافة قصدير ينصحني عشان طريقة. هذيك مش محروقة هكاك، معناها اللون متاعها اتغدى به. خليت الزيت على الغاز وباش نزيد عليه البصل. لهنا كما تراو صبيت عليه على الزيت، حطيت كعبتين البصل مقصوصين، تحب شويه تحب خشين شويه. انا عملت خشين شويه طب باش يذوب الخاطر شويه بشويه تو يذوب، حتى كما ذابش مش مشكل. معناها هي المرقه هذه تشبه للمرمز لكن اقل بصل، خاطر باش نزيدو انغريديون واحد اخر بعد اللي هو القراع الاحمر. اذا باش نطيبوا مرقه قراع احمر اللي هي معروفه في جربه. يعني قبل نعملوا فيها حتى في العراس، معناها العشاء متاع العرس يكون مرقه ومرقه مرقه قراع احمر، مرقه قرع نسميوها. حطيت البصل توا، حطيت الزيت قبل كل شيء، و كعبتين حطيت فوقه كعبتين بصل كبار. بالطبيعة نخليوه يتقلى شوية، خليه يتقلى شوية ومن بعد نزيد عليها الطماطم. تلقى يتقلى شوية نزيد عليه معلقتين طماطم مش معجنين، خليوش باش متجنيش الطماطم. باش نقص شوية نزيد شوية طماطم خلط صارتها نحط الكل معاها نخليه يتقلى مع بعض شوية. زدت عليهم على البصل والطماطم المعجونة، كعبة طماطم مش كبيرة، معناها مش كبيرة، متوسطة الحجم. زدت عليه هذا الكل، زيد عليه نص معلقة هيك عادي، خلط الكل مع بعضه. نزيد الحم. على فكرة نجم احنا في العرايس يعني والمناسبات نعملوها بالحم، ولكن نجم نجي حتى بالصوبيا يعني بالقرنيط لا غير ذلك. هاي تنجم يعني ان شاء الله ما تحب، لكن انا افضلها بالحم. هاش نحبها بالحميد ولا بالشوبير، لكن في العرايس نعملوها بالحم في الحقيقة. وتوا باش نصور ساندويتش تاكلو كروية شوية مش برشا، لكن عارفة صغيرة هاي. نزيد عليهم شوية فلفل زينة، وكالعادة نملح حسب الذوق، الملح حسب الذوق، نغيبها صغيرة على يدي نفضل كمية كبيرة نغيبها صغيرة. ومن بعد نروح ونشوف في الوقت هذايا عندنا الماء قاعد يسخن، الصوت هذايا صوت الماء يسخن باش ننطقو بالماء السخون. قبل ما ننسى
فيكم راه يشبه برشا الملمس. منساوش الحمص، نحب الحمص هذا، نحب برشا الحمص، مشكلة الملمس ولكن لازم نحطلها حمص، يعني مكون أساسي نقص القرعة الحمص. خلط الكل مع بعض توا، بعد نمر تحت البصل تاعها ونمر. هنا عندي الماء يغلي باش نهبط بيه. نصبلها الماء تقريبا نص لتر صبيتلها، ومن بعد باش نزيدلها كل ما تستحق معناها. توا نخلي باش تجيب اللحم، لكن تسائلوا على القرع أو القرع الأحمر وقتاش يتحط في الآخر بالكل، خاطر كما تعرفوا يتجف في ساعة. نخليوها تجيب على روحها ونرجع في الوقت هذايا نخمل شوية البيوت ونرجع لها. قبل ما نمشي للبيوت والفطور قاعد يجيب، رحت الفريجيدير باش نمسح شوية، نعمل فيه شوية بلايص مسحة، نحيت هذيك اللي زيتاجير باش نغسلهم في الوقت هذايا قدامي بحذا الفطور. هذوما الزيتاجير التجارات نتاع الفريجيدير باش نحكهم ونرجعهم في الوقت اللي الفطور قاعد يجيبه. باش نمسح توا عبرة بيت النوم هذيك العادة. نطلع عليها نحمل نقطة شوية نقطة شوية كوا معناها، لكن ثم طيب باش نهبط كعبات القرع. صراحة منعرفش قداش ممكن نضل أقل شوية نضل معرفش، وما هي نشوف الكمية نطبقوه ضلت ثنيتي ناخد الكمية نغطي عليها باش نسوي البيض واحدة نحركها ياكل كله في الطنجرة. طبعا ما يطولش برشا باش يجيب، نخليه يجيب على روحه، نغطي عليها ونخليه يجيب على روحه. تقريبا بعد 4 دراج القرعة كما نشوف فيه طاب طايبة، نرجع عليها القرعة طايبة. هو في أنا كي تعمل ناخد قرعة في العراس ما تحتلهاش الفلفل الأحمر، ولكن بما إنه هو مطعم اثنين وساي مطعم مالي في الآخر، نجم باش واحد باش يعمل كونتيتي صغيرة يعملها تفوح، تزيد تفوح له الصوص تاعها دوب دريج ونطفي عليها. معناها تقريبا خذيت وقت ساعة ونص إذا اللحم مش معناها مش كاسح مش شارف، تاخد ساعة ونص حتى أقل شوية وتجي بعدها تشوفوها في الصحن كيف باش تكون. هذه ورقة القرعة على الطريقة الشربية.
صحيح هي ناقصة شوية زبيب، نعملها زبيب زادا، لكن سافا. نسيت عندي زبيب ونسيتو الحقيقة. هذا ثاني الماء نودكم ونشهيكم. طبعا جيت نحفظ في الغبرة. هذه السنة طبعا باش نمسح القاع. المسند الرسمي المكنسة المكنسة شنو هي؟ مش كهربائية، تعمل بالقوة العضلية ذي. والله عندي اسبيراتور لكن ما نخدمش فيه برشا، معرفش علاش. تعجبني هذاك نهز هذا الكل ونفضل برا الكل وننفضو، يعني مش ناخذ نمسح بيه، نحسو ينظف فيه. وكل واحد كيفاش تعود. اما حالة الاسبيراتور تخدمها مثلا للتريكن الصغيرة، ما تدخلهاش مثلا نصلحة هذيا. اما جنرال نمسح بهذي، معناها نخرج الزربية ننفضها لبرا، وهذا مرقوم بلور خفيف، وبعد نمسح القاع بالمسح هذي. بعد ما لميت الزربية وكنستها، عملت لها خيشة خفيفة للسالة وبيت النوم تاعي هكا هاو. وتو باش نمشي نكمل الكوجينة. هذاك نصبيه في الماء هذاك ابريق صغير نصبيه في الماء بشوي بشوي عالتريكن. طب باش نكمل الكوجينة، خاطر بديت فيها، عملت الفريجيدير مازال ما كملت. نظفت البابو طويت وعملت ثقة باهية. لازم تزقزق الماء هنا صبينا الماء مليح، نستناها تشيح وندخلها هذوما مثل البانو. الدجاج هذايا عندي في بيت البانو في الدوش هذايا يعني. واخيرا الفوضى كملت الحمد لله. خلي الواحد يرتاح شوية. ان شاء الله تكونوا عديتوا معاي وقت باهي. بالنسبة للزربية راني باش نبدلها، يوس هذيك بروفيزوار. الزربية الأخرى جيت تغسل درها سوفر سينا ورجعها جست هذيك نشد بيه يجي هكا باش متلقاش قاعدين. يا سلام. بعد ما تلمت الحمد لله. تو بقيت باش نرتاح شوي، بخرت الدار هاكا عاود ند وذاك ويستي متمد شوية. ان شاء الله عجبتكم يومياتي ودبارتي، وان شاء الله تجربوها مرقة قرعة جربية. نتقابلوا ان شاء الله في يوميات اخرى في نهاركم شي وقت اخر.